من الملعب. بركات اللي بيحصل ده. ثواني يا استاذ عمري، ثواني. بركات كابتن نادر، الناس ماتت يا كابتن، الناس ماتت ولسه الناس بتموت. اقول لك ايه يا كابتن نادر، الناس بنشوف جثث قدامنا يا كابتن نادر، جثث ناس جايه ورا النادي الاهلي عشان تشجع النادي الاهلي وتشجع كوره، ناس ماتت. اقول لك ايه، انت قول انت واللي معاك يقول، هنقول ايه؟ احنا بنضرب بصواريخ يا كابتن نادر واحنا نازلين الملعب بنسخن. دي غلطتنا يا كابتن نادر ان احنا كمان لعبنا ماتش زي ده. احنا بيتحدف علينا الطوب بيتمسك ويقول لك العب. كرة ايه يا كابتن نادر؟ لا هو الموضوع اكبر. ايه يعني الحكم انا مش عن سلامة اللعيبة كرة ايه اللي انتوا من قبل المباراة. انا بكلم الكلام ده اللي بيكلموا بركات. الدنيا ولعة من قبل المباراة سلامة اللعيبة مسؤول عنها الحكم. تلعبوا كورة ومصممين تلعبوا كورة ومصرين تلعبوا كورة. طب خد القصص بقى، خد يا كابتن نادر الناس اللي عمالة تموت، افرحوا الناس اللي خايفة يا كابتن، اللي خايفة يلغوا الدوري عشان شوية فلوس، يا كابتن. صح. خايفين يلغوا الدوري. لا فيه هنا الناس ماتت، لا امن ولا شرطة ولا جيش ولا اي حاجة، والناس عمالة تموت وكل ده وانتوا مش عايزين تلغوا الدوري. عشان ايه؟ عشان الفلوس. صح. ده ما فيش عربية اسعاف يا راجل. طبيعية على فكرة. مع كل الكلام ده احنا كلمناه يا بركات انه لو حد كابتن نادر انا اسف طبعا من اللعيبه يعني بتقول اللي نشتغل يعني توصلوا للجمهور، لكن انا عايز اقول لك حاجه، وصل هنا في الاوضه الوضع ما بقاش بقى انك عايز تعرف ولا الكلام ده بقى ممكن الناس يتخانقوا مع بعضها دلوقتي عشان يشربوا. رامي بص يا رامي، من الواضح كده ان الناس المسؤوله عايزه ده يحصل وعايزه الاحداث دي تحصل. عشان كده زي ما كابتن عصام قال احنا مش هننادي بقى المسؤولين، لان المسؤولين لو عايزين البلد تبقى بايظه وفيها فوضى زي ما هم عايزين يعملوا الكلام ده، عشان في الاخر كل واحد يكره ان هو يقول عايز اغير ولا هو عايز اعمل ثوره. بنقول لكل الناس في بورسعيد، كل الشعب اللي في بورسعيد المحترم واللي شايفنا دلوقتي بيتفرج علينا، ان هو ينزل هو اللي يحمي الناس، هو اللي يعالج الناس. اي دكتور زي ما كان بيحصل كده ايام الثوره وايام التحرير، ان الدكاتره كلها كانت بتروح عشان تنقذ الناس اللي كانت بتتضرب من في التحرير، تروح هناك في استاد بورسعيد ونعتبره هو التحرير، تروح وتعالج وتحمي الناس من اي بلطجيه واي ناس مدسوسين، لان في الاخر. اتفضل قول لي يا رامي. انا كنت بطلب منك، انت عارف انا بطلب منك دلوقتي امن. ما هو يا رامي، ما احنا قلنا يا رامي، رامي الموضوع دلوقتي بقى ما فيش امن قاصد ولا مش قاصد، بس معنى ان الامن لغايه دلوقتي ساعه بعد الماتش ما يكونش في امن، معناها ايه؟ يعني ايه معناها؟ لما يكون ما فيش لما يكونش في حد عربيات اسعاف، معناها ايه برضو؟ دي ايه معناها؟ لما يكونش ما فيش جيش ولا في شرطه، برضو معناها ايه يعني؟ كلها اسئله. ما فيش ميه، معناها اسئله. ساعة بعد الماتش مفيش حاجة، يبقى ايه معناها؟ ملهاش غير معنى واحد، ان هي مقصودة.